اهلا بيكم في قناة انا وطفلي. تخيلي معايا الموقف، انت قاعدة بالليل وبتنادي على ابنك تعالى اتعشى معانا، وهو بيرد حاضر، ويعدي ساعة ولسه ماسك الموبايل. طبعا تقومي تحاولي تسحبيه منه يزعق، وممكن يقفل على نفسه او ممكن يتخانق معاكي. الموضوع ده بقى يسبب خوف حقيقي عند كل الامهات والاباء. ولادنا بقوا عايشين جوه الموبايل اكتر من الحياة نفسها. النهارده هنتكلم عن ادمان الموبايل عند المراهقين، وايه علاماته، وليه بيحصل، وازاي نتعامل معاه من غير خناق ولا عقاب، بشوية خطوات عملية تخلي ابنك يتوازن من جديد. اولا، يعني ايه ادمان الموبايل عند المراهق؟ منظمة الصحة العالمية ما اعلنتش ادمان الموبايل كتشخيص رسمي، لكن في حاجة اسمها اضطراب استخدام الانترنت والالعاب الالكترونية. يعني ادمان الموبايل بيساوي فقدان السيطرة، وده بيخلي المراهق يستخدم الموبايل ساعات طويلة، ممكن توصل من 4 ل 8 ساعات في اليوم. وكمان بيأثر على النوم والدراسة، وبيعزله عن الأسرة والأصحاب، وبيخليه عصبي لو اتاخد منه. طيب ليه المراهق بيدمن الموبايل؟ اولا، الهروب من الواقع. لو في مشاكل في البيت او المدرسة، الموبايل بيبقى المهرب. كمان الدوبامين، السوشيال ميديا والالعاب معموله تشد الدماغ زي المخدرات الصغيره، يعني اللايك والاشعار او فوز في لعبه ده بيسبب نشوه كبيره للمراهق. كمان الهويه والانتماء، المراهق بيلاقي نفسه وسط اصحابه اونلاين اكتر من ارض الواقع. والفراغ، عدم وجود انشطه بديله بيخلي الموبايل هو الحل الوحيد. خلينا نوضح بمثال. ابنك زعلان ان اصحابه في المدرسه بيتجاهلوه، يروح البيت يلاقي اصحاب اونلاين في اللعبه بيشجعوه، هنا الموبايل بيملاله فراغ عاطفي. طب ايه هي علامات الخطر اللي لازم ناخد بالنا منها؟ اولا، لو لقيتي ابنك او بنتك بيناموا متاخر وبيصحوا تعبانين، وكمان بيهملوا الدراسه وعندهم توتر وعصبيه من غير سبب، وكمان العزله عن العيله، وممكن كمان صداع والم عين او مشاكل تركيز. لو لاحظت الاعراض دي كلها، ده ما بيكونش دلع، ده بيكون ناقوس خطر محتاج تدخل. طب ايه هي الغلطات اللي الاهل بيقعوا فيها؟ السحب المفاجئ، تاخدي الموبايل مره واحده، النتيجه بتكون انفجار او غضب. كمان العقاب المستمر، زي انك تقولي له مش هتشوف الموبايل اسبوع، ده بيخلي الموبايل اغلى حاجه في نظره. والمقارنات، انك تقارنيه باي حد تاني، ده بيدمر ثقته في نفسه. واخيرا الاستسلام، انك تسيبيه بالساعات عشان ترتاحي، الكلام ده بيغذي المشكله اكتر. طيب ازاي اتعامل صح مع المشكله؟ في خطة عملية من 5 خطوات. أول حاجة، ابدأي بالحوار مش العقاب. اقعدي مع ابنك واسأليه إيه أكتر حاجة بتعجبك في الموبايل؟ بتحس بإيه لما بتبقى أونلاين؟ الحوار بيخليه يحس إنك بتفهميه بدل ما تحكمي عليه. تاني حاجة، اتفاقات مش أوامر. اعملي قواعد واضحة. موبايلك بعد ما تخلص واجباتك، مفيش موبايل على السفرة. القواعد لازم تتحط معاه مش لوحدك. تالت حاجة، البدايل الجذابة. قدمي بدايل بنفس قوة الموبايل، رياضة أو نادي أو أنشطة عملية أو وقت مع الأسرة يكون ممتع. رابع حاجة، استخدمي التكنولوجيا ضد التكنولوجيا. يعني ايه؟ يعني استفيدي من تطبيقات ضبط الوقت زي مثلا فاميلي لينك او سكرين تايم عشان تساعديه يسيطر، مش عشان تراقبيه بس. خامس حاجة، كوني قدوة. لو ابنك شايفك طول اليوم ماسكه الموبايل، صعب يقتنع ان هو يقلل وقته. اعملي وقت عائلي من غير موبايلات، حتى لو ساعة في اليوم. طيب امتى اطلب مساعدة من حد متخصص؟ لو الموبايل مأثر بشدة على نومه وصحته، وكمان بدأ يهمل الدراسة ودخل في اكتئاب او توتر شديد، وقتها هتحتاجي مساعدة من دكتور اخصائي. في النهاية، ادمان الموبايل مش نهاية العالم، لكنه ناقوس خطر لازم ناخد بالنا منه. ابنك محتاجك جنبه مش ضده. التربية الإيجابية في سن المراهقة معناها حوار زائد حدود زائد بدائل زائد قدوة. وما تنسيش تقولي لي في الكومنتات ابنك بيقعد قد إيه على الموبايل في اليوم، وهل جربتي طريقة نجحت معاكي ولا لا. وافتكري إن الموبايل جهاز، لكن علاقتك بابنك هي اللي بتحدد مين اللي يتحكم في التاني. ولو الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.